إذا بغيت تغير زاويتك في التفكير راك في المكان الصح. كتاب اليوم بعنوان قوة العادات للمؤلف تشارلز دويج. في الفيديو اللي فات هضرنا على كيفاش العادات الصغيرة تتحكم في حياتك بلا ما تحس، وطبعا اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه باش يفهم الفكرة. وهذا الكتاب اللي جبته لكم اليوم يشرح الفكرة بطريقة أعمق. الفكرة اللي عجبتني فيه هي أن العادة ما توليش قوية من أول مرة، بصح تولي قوية كي تعاودها كل يوم. يعني أي عادة حتى لو كانت بسيطة مع التكرار تولي جزء من حياتك وتقدر تبنيك، طبعا إذا كانت إيجابية، وتقدر تضرك إذا كانت سلبية. إذا كنت باغي تبدل حياتك ما تركش على تغيير كبير، ركز على عادة صغيرة تعاودها كل يوم، لأنها مع الوقت هي اللي تصنع الفرق. قولوا لي في التعليقات شكون فيكم قرأ هذا الكتاب، وإذا عندكم كتاب تنصحونا به اكتبوه في التعليقات.